ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صلوا على النبي حبايبي، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه، عايزين القناه تكبر بيكم ان شاء الله. ان شاء الله النهارده هنعمل قرص بالقرفه والسكر. طيب عشان نعمل القرص هنحتاج ل كوبايتين من الميه الدافيه. ده هنعمل مقدار كيلو من الدقيق. عايزه تضعفي المقدار، هنضاعف كل الكميه اللي احنا هنحطها. عايزه تقللي المقدار، يعني تعملي نصه برضو، هتقللي من كل حاجه هتاخدي النص. طيب، انا كده هعمل كيلو من الدقيق. حطيت، جبت بوله وحطيت فيها 2 كوبايتين من الميه الدافيه، و6 معالق كبار من السكر. السكر الحبيبات العادي. هندوب السكر في المية كده كويس، وهنزل عليهم بباكت كامل من الخميرة الفورية. ما عندكيش اللي هي الباكت ده، ممكن لو عندك الخميرة اللي هي الفلت، حطي معلقة كبيرة من المعالق اللي كنت بحط منها، معلقة الرز اللي هي الكبيرة اللي كنت بحط منها دلوقتي السكر. هنحط معلقة كبيرة. تمام. طيب، وهنقلب الخميرة مع المية الدافية والسكر. وهنزل بايه تاني؟ هنزل بكوباية الا ربع مادة دهنية. انا حطيت ميكس زبدة على عذرا سمنة على زيت. عندك عايزة تحطي زبدة على زيت ماشي. انا حطيت سمنة على زيت. تمام. وهنزل ب كيلو من الدقيق، نزلت بنص وهنزل بالنص التاني. واخيرا هنحط نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، اللي هي خميرة الحلويات اهو. وهشيل دلوقتي المعلقة وهعجن بايدي. احنا عايزين عجينة طرية ما بتلزقش، عشان تبقى القرصة معايا طرية كده وهشة اهو. طبعا هنشوف هنا العجينة ده نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. بعد ما هنعجن العجينة بتاعتنا هنشوف اذا كانت محتاجة مية تانية ولا لا. لو كانت محتاجة مية هنضيف لها بالتدريج معلقتين معلقتين كده، عشان العجينة ما تطراش مني. وده شكل العجينة بتاعتي بعد ما عجنتها كويس خالص. وطبعا هنا المية هتختلف من دقيق لدقيق، كل دقيق بيختلف عن التاني. ممكن تحتاجه ممكن لا. انا محتاجتش معايا هنا، يعني الكوبايتين اللي حطيتهم الاولانيين محتاجتش تاني ميه معايا. هنسيب العجينه بتاعتنا لغايه لما تخمر، وهي خمرت خالص كده. دي ميه بسكر، شويه ميه عازم من الحنفيه، وحطيت فيها شويه من السكر. وهنا حطيت 3 معالق من القرفه. وحطيت 5 معالق، يعني ما يعادل ربع كوباية من السكر. وطبعا هنا كمية القرفة بترجع ليكوا، اذا كنت بتحب القرفة كتير في الحاجة ولا لا. وده سمسم. هنهبط العجينة بتاعتنا، وعلى حسب برضو ما حبك اني عايزة القرصة تبقى كبيرة او صغيرة. هنكورها كورة، هنجوفها من النص اهو. هنكورها الاول كده، وهفردها على المفرش السيليكون بتاعي اهو. هنجوفها من النص كده. بفتح الاطراف بتاعه العجينه عشان نحاول ما نجيبش عليها اي حشوه، عشان لما نيجي نقفلها تبقى تتقفل معانا بكل سهوله اهو. هاخد معلقه صغيره من الخليط بتاعي اللي هو السكر بالقرفه، وهحطهم في نص الكوره بتاعتي، نص الكوره اللي انا جوفتها كده من النص. تمام. وهجيب الاطراف اضمهم على بعض كده، بحيث اني كله يلزق في بعض. تمام. وهنكورها كده، واللي احنا ملزقين بيها طيب اديني اهو هحطها في السكر بالميه، وهنزل بيها في السمسم.
طيب اللي هي الكرة اللي احنا مكورينها من تحت، التقفيلة بتاعتها دي اللي هتبقى، اللي هي هتبقى الظهر اللي هنحطها عليها ان هنحطها في الصينية، فاهميني؟ اهو، عشان تبقى السطح بتاعها متساوي معانا اهو، زي ما عملتها كده. هعمل كل العجينة بنفس الشكل ده اهو. واثناء ما بخلص كل الكمية اللي معايا، هتكون اول صينية خلصتها هتكون خمرت برضو، وهندخلها الفرن، وهنعمل واحدة تانية مع بعض. اهم حاجة بالله عليكم ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة، بالله عليكم الكل مش مشترك في القناة ياريت يشترك في القناة اهو. هنفتحها كده كويس، وهنحط الحشوة بتاعتي، وهنقفل الاطراف كلها ببعض. هنزل بيها بالمية بالسكر. المية والسكر ليه؟ عشان السمسم يلزق على الوش اهو. هنحطها كده، وهنا عشان السمسم يلزق معانا على وش القرصة اهو. وهنحطها في الصينية اللي هندخلها الفرن. طبعا هنا الفرن معايا بتبقى سخنة من قبليها، لازم المعجنات بتدخل على الفرن سخنة من قبليها، وبتدخل على نار عالية عشان ما تنشفش معانا في الفرن. ادي كيلو دي عمل معايا كل الكمية دي، عمل كمية حلوة. وكمان انا عشان مكبرة القرصة بتاعتي، لو مصغراها هيعمل كمية اكبر من كده. طبعا حجم القرصة بيرجع لحضرتك اذا كنت عايزاها تعمليها صغيرة او كبيرة. كده هدخل الفرن اول صينية اشتغلت فيها، وبعد ما طلعتها من الفرن لازم نغطيها بفوطة نظيفة عشان القرصة تبقى معايا طرية. ادي شكلهم بعد ما طلعوا من الفرن، حلوة جميلة. هتنفع في الفطار، هتنفع نديها للاولاد في المدرسة معاهم في اللانش بوكس، فطار بشاي بلبن كده جنبيها، وزي الفل اهو. ادي شكلها من تحت، ودي شكل القرصة بتاعتنا، شايفين طرية وهشة ازاي. وزي ما قلت لكم، عايزين تضاعفوا المقدار ضاعفوه، هتخلوا من كل حاجة 2. عايزين تقللوا من المقدار هتقسموه بالنص. ادي شكل القرصة معانا، طبعا عشان احنا مكترين فيها القرفة، لان احنا بنحب القرفة فيها كتير. طبعا ده برضو هيرجع لذوقك اذا كنت بتحبي القرفة فيها كتير ولا لا. مع السلامة حبايبي، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.